السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على أنصار الله، السلام على جند الله، السلام على من يدعون إلى سبيل ربهم وإلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون الناس بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالحقيقة وأني هذه الأيام في حالة صحية تستدعي الراحة، لكن كلما أحسست بشيء من التحسن فأنا لا أبخل حقيقة على أحبابي في الله ومتابعي رضا التونسي من حلقة، حتى إن كانت قصيرة بعض الشيء. هذه الحلقة هي عبارة عن رد عن تساؤلات وطلبات أيضا. هنالك في الحقيقة من يدعو إلى النقاش ويدعو إلى ما يسمونها المناظرة، وأنا في الحقيقة لا أتهرب من مثل هكذا لقاءات تكون ثرية تفيد الناس وتعطي أكثر إفادة وتقدم، خاصة ونحن نتكلم في كتاب رب العالمين في ديننا الحنيف الإسلام العظيم. نعم، فالحقيقة أنا لا أرفض أي نقاش أو جدال، نعم، أو ما يسمونه المناظرة في هذه المواضيع، ذلك أنها تثري العقل، تفتح العقول، تنمو وتسمو بالطاقة العقلانية، الطاقة الفكرية. الحقيقة وأني لم أتخصص في علوم الصحافة والأخبار أو في الأدب أو في الشعر، لذلك فهذه المرة سأعطي بإيجاز تقديما لنفسي. أنا أدعى رضا المعلاوي، أنا خريج مدرسة عليا للعلوم، ثم أني والحمد لله رب العالمين من عائلة متدينة تعبد الله سبحانه وتعالى، مسلمة مؤمنة بالله. فأول فرصة لي كانت بختم كتاب الله سبحانه وتعالى وسني في 15، والحمد لله رب العالمين. لكن بمرور الوقت والأيام ومشاغل الحياة والتعب والجهاد والمجاهدة والشقاء في هذه الحياة كما يشقى الناس، إنما خلقت لتشقى، فيبتعد أحيانا الإنسان عن كتاب الله، لكنه لا يهجره. في الحقيقة أنا لم أهجر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. شيء آخر أريد أن أفيد به العديد والكثير، أني وفي سن 17 أو 18 تحديدا قرأت الأناجيل، اطلعت على الأناجيل، قرأت إنجيل لوقا، برنابا، متى ويوحنا، وكانت لي فرصة أيضا للاطلاع على إنجيل كان مخفي منذ مئات السنين، هو إنجيل مرقس. فكانت غايتي من دراسة الإنجيل، وهو كتاب من كتاب الله، من كتب الله سبحانه وتعالى، رغم أنه محرف، لكن هذا لا يمنعنا من الاطلاع على فحواه. ففي الحقيقة أفادني كثيرا، حيث أني وجدت عديد الآيات فيه هي نفسها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، رغم التحريف، إلا أن الإنجيل يحمل في طياته آيات هي قرآنية أصلا. فبعد ذلك وفي خضم دراستي الثانوية والجامعية اطلعت على الأسفار والأصحاح أيضا، ولذلك كانت لي معلومات كثيرة جدا، مع أني دائما وأبدا وفي كل سنة
أراجع القرآن وأختم القرآن على الأقل ل4 أو 5 مرات في السنة. هذا علاوة على تلاوته بالأوراد ال6 التي أعتمدها منذ سنين. الحقيقة أن أبحاثي التي أقدمها منذ 1.5 سنة تقريبا هي منذ سنة 2010، أي ما يقارب 12 سنة. لم تكن لي في الحقيقة آليات نشرها في كتب لعامة الناس أو تقديمها لمؤسسات تعنى بالنسخ والنشر. الكل يعلم أننا في عالمنا العربي والإسلامي والعالم العربي خاصة، كما هو الحال في تونس، مررنا بفترات عصيبة جدا كانت يمنع علينا أصلا. أحيانا وصل الأمر إلى منع صلاة الفجر، فما بالك بأن يرخص لك ويسهل لك ويمهد لك طريق أنك تكتب كتبا وتنشرها، حتى ولو كانت كتبا أنت تريدها مجانية في الحقيقة. كان ذلك ممنوع إلى أن تغير الحال، وسبحانه وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإلى أن تخرجت ثم دخلت في سلك الرقابة المالية، فعملت مراقبا للمالية، وهذا الحين أنا أعمل بصفتي متفقد للمصالح المالية العمومية. لذلك كان اختصاصي في دراستي الجامعية هي علوم الفيزياء والرياضيات وعلوم الأرض والحياة. نعم، ولذلك فأنا في الحقيقة عندما أبني بحثا من البحوث وأحاول أن أقدم بحثا من البحوث، أجتهد بقدر المستطاع أني أبسط الموضوع الذي أقدمه، ذلك لاختلاف المستويات الذهنية والفكرية والثقافية والعلمية، وذلك أيضا لاختلاف الإيديولوجيات الموجودة وحتى الأديان الكثيرة والعديدة. وأبسط الأمر ذلك لأن هنالك ملحدين لا يعلمون الحق من ربهم سبحانه وتعالى، كافرين بالله، لا يؤمنون بالله. فبتبسيطي للمواضيع التي أقدمها قد أكون في وقت من الأوقات أو في فرصة من الفرص أقدم شيئا يقتنع به أحد الملحدين أو حتى من عبدة الشياطين والعياذ بالله. أنا أقدم في الحقيقة رسالة على سبورة بسيطة بخط مقروء، خط واضح، وبأسلوب ذلك ما أتاني الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أنه عندما يطلب العديد من القنوات وليست قناة واحدة، في الحقيقة هم كثير من القنوات يريدون النقاش والحديث على المباشر، أنا لا أرفض ذلك، لكن ما أرفضه حقيقة نعم هو أن تكون تلك الحلقات لأجل كسب المال، لأجل زيادة المشاهدين، نعم، لقنوات لا تبث إلا التفاهة. فلو أني أقوم بذلك، نعم، قد أكون قد شجعت الناس على أن يتابعوا أشياء تافهة في قنوات تافهة. ليست كلها تافهة، لكن هنالك قنوات تقدم أشياء مفيدة للناس، تنفع الناس، تعلم الناس بقدر المستطاع عندهم، بقدر ما عندهم من قدرة ومعرفة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فأول شرط في أن أجادل أو أناقش
أو أناظره، فهو في الحقيقة عدم تفعيل الربح في أي قناة تريد أن تستدعيني للنقاش والحديث. هذا أولا، ذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمنعك ويمنعني من أن نشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ذلك أن ما نقدمه ونتحدث فيه هو في دين الله سبحانه وتعالى، في كتاب الله، في آيات الله. فإن أردت أن يكون هنالك نقاش عن بعد ومثل ما تسمونه مناظرة، فلا بد من إلغاء تفعيل الربح. هذا أولا. ثانيا، لو أني تحدثت في موضوع من المواضيع علمي بالأساس، لابد على الطرف المقابل أن يكون فاهما عارفا حتى ولو بدرجة من الدرجات فيما أتكلم فيه. مثلا عندما أتكلم في أساسيات فيزيائية، فلا بد على الطرف المقابل أن يكون على الأقل عنده بضعة من الشيء من علوم الفيزياء، أو على الأقل يتقن قليلا بضعا من القواعد الحسابية في الرياضيات والحساب. لأنه إذا ما تناقشنا أو قدمت أنا شيئا وأنت عارضتني أو جدلتني أو نفيت ما أقول، فلا بد عليك أن تعتمد علما، أن تعتمد قواعد فيزيائية حسابية. فإن كنت مثلا اختصاصك الأدب، الشعر، الصحافة، علوم الأخبار، فكيف ستناظرني وأنت تتكلم في هذه المجالات وأنا أتكلم بعيدا عنك كليا في أمور فيزيائية وعلمية رياضية حسابية؟ هذا لا يتطابق مع بعضه البعض، وكأنك في الحقيقة نعم جمعت بين شاعر وطبيب. لماذا؟ لأن تشخص مرضا. الطبيب سيشخص المرض والشاعر سيقول لك أشياء أخرى، سيعجز. وكأنك أتيت بفلاح نعم لمهندس معماري، يتجادلون ويتناقشون حول بناء السدود وكيفية بناء السدود. هذا في علم الفلاحة وهذا في علم البناء والتشييد، فهم لا يتقابلون أصلا. لذلك إن كانت هنالك مناظرات مع من لا يفقه في الفيزياء ولا يفقه في الحسابيات والجغرافيا وغيرها من هذه العلوم، سيكون نقاشا عديم الفائدة أصلا، ولعله يكون نقاشا يضر الناس أكثر مما ينفعهم. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الطرف الذي يتحدث ويناقش بعلم وبمعرفة، ليس هكذا بأبيات شعرية، أو من الذين يتخذون منابر للحديث في الرؤى ويتخذون منابر للحديث في قال فلان عن فلان عن فلان. نحن نتبع الحديث الصحيح، لكن إذا تعلق الأمر بأمور حسابية وأمور علمية كما يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لابد أن يكون الطرف المقابل يكون عارفا وعالما على الأقل بأبسط أساسيات الرياضيات والفيزياء والعلوم على الأقل. هنا أنا أريد أن أذكر أنه منذ سنوات عديدة كانت لي حتى بضعة من البحوث
من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قدمتها لعديد الذين هم اليوم عندهم كثير من المنصات، قبل أن تكون لي قناة أصلا، قبل حتى أن أنشر على مواقع التواصل تلك البحوث منذ سنوات، ووجهت لهم تلك البحوث واعتمدوها في الحقيقة وقدموها في حلقات له. لكن ما يغيظك حقيقة وأن هؤلاء أصبحوا يسترزقون بهذه البحوث، لا يقدمونها لفائدة الناس ليستفيد الناس ويزداد حبهم بربهم وبكتاب ربهم وبدينهم. نعم، لا، بل أنهم اعتمدوها في الحقيقة لكسب المشاهدات وربح المال، مال اليوتيوب. لذلك قطعت السبيل وتوكلت على الله وأسست هذه القناة منذ السنة الفارطة، والحمد لله رب العالمين على كل ما قدمته. قبل أن نذهب إلى ما يطلبونه، أريد أن أذكر بمواضيع في الحقيقة هي مذكورة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وسبق لي وأن تحدثت فيها وبينتها للناس. أن الله سبحانه وتعالى مثلا عندما يتحدث عن الذرة هو يتحدث أيضا عن علم الذرة ومكونات الذرة: النقير، الفتيل، القطمير، الناقور. الحقيقة أن قرآننا العظيم، وقبل أن يكتشف مركز التصادم سيرن بين سويسرا وفرنسا ما يسمى البوزون أو البوزيترون، فالحقيقة أن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكنا نعلم ذلك من كتاب ربنا، أنه ما يسمى الناقور. فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور هو البوزون أو ما يسمى البوزيترون. الحقيقة أن كتاب ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الذرة، يتحدث عن النقير والفتيل والقطمير. النقير والفتيل والقطمير، وهم البروتون والنيوترون والإلكترون والبوزون الذي هو الناقور. فالنقير شيء والناقور شيء آخر. في الأحاديث وفي التفاسير كانوا يحدثون الناس على أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ما هو الفتيل، هو ما هو موجود في لب التمرة. القطمير كانوا يسمونها تلك الغشاوة داخل حبة التمر. الذرة يقولون أنها أصغر الأجزاء في المادة. نعم، كان تفسيرهم حول الذرة هي أصغر مكونات المادة، لكن في تفسيرهم للنقير والفتيل والقطمير لا يظلم الناس نقيرا ما يملكون من قطمير، لا يظلم الناس فتيلا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مقدار إلكترون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مقدار قطمير، بروتون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مقدار فتيل الذي هو الإلكترون. القطمير والنقير، القطمير والفتيل هما يعني مكونات الذرة، الفتيل والقطمير والناقور. هنا الله سبحانه وتعالى يتحدث بعلم الذرة، مثقال ذرة، الذرة، ويعطي مثالا على الذرات المتناثرة في الخردل. نعم، في الخردل، الآية التي تتحدث عن الخردل عندما يوصي لقمان
ابنه، يحدث ابنه، يقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكون قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هي الذرة، ذرات الخردل، أصغر الذرات. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس نقيرا ولا يظلم الناس فتيلا، ولا تملك الناس مع الله سبحانه وتعالى من قطمير. القطمير، نعم، البروتون. إذن ها هنا نحن نتكلم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بعلم الفيزياء. الله يعلمنا في كتابه علوم الفيزياء والطب أيضا والهندسة والمعمار. نعم، في قصة ذو القرنين مثلا، في التداوي، في دحض الطاقات السلبية ومحاربة الشياطين بكتاب ربنا. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نعم، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا. أيوب صلى الله عليه وسلم عليه السلام. نعم، الله يحدثنا بعلم ويعلمنا في كتابه علوما. إذا نأتي إلى ما تسمى نظرية الكم، كوانتوم، نظرية الكم النوراني. هنالك ما يتحدثون عنه بنظرية الكم الطيفي، الكم المادي الذري، الكم الذري. لكن نحن لا نتحدث في الكم الذري، بل أننا سنتحدث في الكم النوراني. ما هي نظرية الكم النوراني؟ الحقيقة أننا سنبدأ بداية من هذه الحلقة إن وفقنا الله سبحانه وتعالى وإن كنت على أحسن حال. نعم، سنتحدث كيف هي نشأة نظرية الكم، فيزياء الكم. لنأخذ مثلا حاجزين، هؤلاء الحاجزين سنجعل فيهم ثقبين مثل الأبواب، ثم سنجعل من ها هنا آلة تقيس ماذا؟ تقيس أي إلكترون يعبر هذا الثقب. وهنا أيضا سنجعل آلة، نعم، تعطينا وتستشعر مرور أي إلكترون من ذلك الثقب. الحقيقة وأن الإلكترون أو البروتون أو النيوترون كانوا يعطونه خصائص فيزيائية محددة، أي أن هذه الجسيمات الذرية هي في الحقيقة لها قوة ولها مقدار وقيمة تسمى قيمة كهرومغناطيسية. الحقيقة وأنا بعد هذه التجربة، إذ أنهم بعثوا بإلكترون، نعم، ليمر من أي ثقب من الثقب 1 أو 2. الحقيقة أن المجسات أكدت أن الإلكترون هذا مر داخل الثقبين. فكيف ذلك؟ هل أنه انقسم إلى هنا وهنا ومر منهما الاثنين ثم تجمعا؟ لا، الحقيقة أن الإلكترون أو البروتون أو النيوترون هو في حد ذاته عبارة عن ترددات. هو كان يحسب بمقدار كتلته وشحنته، الشحنة والكتلة. لكن ما تبين
وأن البروتون أو الإلكترون أو النيوترون نعم هو في حد ذاته عبارة عن ترددات. فعندما يصل إلى هنا ليمر من هذا الثقب وهذا الثقب، فالحقيقة أن ما مر من هذا الثقب وهذا الثقب وصولا إلى هنا ليعود إلى هذا المكان بعد الحاجزان نعم كما هو. الحقيقة أن المجسات ماذا اكتشفت؟ ماذا سجلت؟ سجلت ترددات. هنا نحن سنتحدث عن نظرية الأوتار. الترددات التي هي أصل نشأة الكون. لذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن النفخ، ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى. النفخ ما هو النفخ؟ والصيحة، نتحدث عن الصيحة. الصيحة هي صوت عالي الترددات، صوت بأعلى الترددات اسمها الصيحة. فالله سبحانه وتعالى يحدثنا في كتابه أصلا عن الصيحة، عن الترددات. فأنت عندما تعزف على جيتارة أو على عود أو تضرب على طبل أو تنفخ في مزمار أو تعتمد أي آلة موسيقية مثل الساكسفون وغيره، أنت في الحقيقة ترسل معزوفة فيها ترددات صوتية مختلفة، وهذه الترددات أساسا تعطيك معزوفات. فما هو أساس الخلق الأول؟ هو صيحة الإله الأولى، الصيحة الأولى، صيحة الوعي العظيم الذي خرق فتق فرتق، خرق العدم فتقه ثم رتقه، رتقه ثم فتقه، الخرق والرتق والفتق. كيف كان ذلك؟ هي أمور علمية واضحة جدا عند العلماء أنها كل هذه الكتل التي تكون الذرة نعم هي عبارة عن ترددات، عبارة وأن عندك نوع من الأوتار التي تعطيك ترددات وأصوات ونغمات. نعم، هذا أول درس نبدأ فيه حتى نعلم هذه المكونات التي هي داخل كل من البروتون والنيوترون والإلكترون والبوزون. سنعلم ما حقيقتها وكيف يقع تطويعها، إذ أنها هي في حقيقة الأمر ترددات في الفراغ، هي ترددات في الفراغ محصورة كما بينا ذلك في حلقات سابقة منذ السنة الفارطة. لكن هذه المرة حقيقة سنتحدث عن ترددات الحياة والنشأ والخلق، وسنتحدث عن فيزياء الكم، ليس الكم الطيفي الكم المادي بل الكم النوراني. لعلك ستسألني إن كنت لبيبا كيف أتى وزير سليمان عليه السلام بعرش ملكة سبأ في طرفة عين؟ ما الذي انتقل حقيقة من سبأ أثيوبيا إلى بلاد سليمان عليه السلام نعم في طرفة عين؟ ما الذي انتقل حقيقة؟ انتقل ذلك العرش، ذلك الكرسي، عرش عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه. كيف انتقل؟ ما الذي انتقل حقيقة؟ كيف لهذه النبرات، هذه الترددات نعم
أن تخضع لفيزياء الكم النوراني. كيف لهذه الترددات وكل أجزاء ذلك العرش كل ما فيه يخضع لماذا؟ لنظرية فيزياء الكم النوراني. كيف انتقل حقيقة؟ كيف لهذا الإلكترون أو البروتون أو النيوترون عندما تعدى حاجز الأول والثاني في نفس الوقت تماما مر في الثقبين، هل انشطر؟ هل تعدى الحواجز؟ كيف تتعدى جزيئات العرش، عرش ملكات سبأ، تخترق وتتعدى كل الحواجز لتأتي وتتجمع كما كانت في بلاط سليمان، فيزياء الكم النوراني. الحقيقة أننا سنواصل إن شاء الله رغم أني مرهق قليلا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. آخر ما سأقوله، من يريد نقاشا أو يطلب مناظرات أو ما إلى ذلك، نعم، فليكن الطرف المقابل من ذوي معرفة على الأقل بأبسط الأشياء في الفيزياء والحساب وما إلى ذلك. نعم، إلى هنا أقول لكم ملتقانا إن شاء الله المرة القادمة في حلقة أخرى تباعا لنعلم فيزياء الكم النوراني وعلاقتها بالأوراد الستة. نعم، 114 سورة على 6 أيام، 19 سورة. هنا سندخل فيزيائيا وحسابيا كيف يكون ذلك. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.